في الموسم السابق لتعزيز البنية الثقافية بطنطان، وكما دامت وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية على الإسهام الجدي والفعال في مثل هذه المبادرات، وكما عبرت عمالة طنطان عن مباركة هذا المولود الجديد وما أبدت من حماس لإنجازه، وكما عبر المجلس البلدي بطنطان عن انخراطه السريع في هذه المبادرة القيمة التي وفت من خلالها وزارة الثقافة بوعدها في السنة الماضية أمام منتخبي هذا البلد. سيتم الآن توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة وعمالة طنطان ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والمجلس البلدي بطنطان من أجل إحداث مركز ثقافي في مدينة طنطان. هذا المركز فضلا عن كونه سيعزز البنية الثقافية لهذه المدينة بل بهذه الربوع، سيتكون من قاعة للمسرح وقاعات للقراءة العمومية وقاعات للورشات والمعلوميات، وسيتولى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد وزير الثقافة والسيد مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والسيد رئيس المجلس البلدي لطنطان، فليتفضلوا مشكورين. هنيئا لمدينة طنطان بهذا المولود الكثير من المزايا بحول الله في إطار ما هو